بص معايا على الجدول الصغير ده. will الماضي بتاعها would، can الماضي بتاعها could، shall should، may might must ought to. دول 10. خلي بالك كل واحدة من دول لها expression معين وبتشتغل بطريقة معينة في كل جملة. إن شاء الله في حلقات جاية في الأجزاء القادمة في المودال فيربس هعرفك كل واحدة من دول استخدامها إزاي، وبتيجي في situation إزاي، وبتيجي في expression إزاي بالتفصيل الممل، سواء في المضارع سواء في الماضي. حاجات كتيرة جدا هتعرفها إن شاء الله في المرحلة الجاية، بس النهاردة إحنا بس بنتعرف عليهم وبنعرف معناهم واستخداماتهم، الكلام اللي زي كده. لو بصيت معايا بقى أقولهم تاني: will would can could shall should may might must ought to. احفظهم بالطريقة دي. حلو؟ يلا ناخد شرح أعمق في المودال فيرب. نقول I swim، ده فعل عادي، أنا أعوم. طب لو أنا حطيت can وقلت I can swim، أنا أقدر أعوم، عملنا طريقة أو منظور جديد للفعل. هنا كان بقى غيرت معنى الجملة كلها. فهمت قصدي؟